ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ جيت اجيب قرص الطعمية الاقيه بجنيه وربع، حتة بتاعة كده قد اللعبة وبجنيه وربع. طب ايه يا جماعة؟ معقول عشان 3 4 تنفار يفطروا يجيبوا ب10 جنيه طعمية؟ ولا ب15 جنيه عشان حتى كل واحد ياخد له طعميتين؟ صعب قوي وحجمها صغير. طب وليه؟ قلت لا ابدا والله ابدا، لا شغل الفهامة واجيب انا الفول المدشوش ده واعمل الطعمية. جبت بقى كيلو فول مدشوش ونقعته من بالليل للصبح، نقيته طبعا وقمت نقعاه في مية سخنة من بالليل لحد الصبح، ممكن كمان يتنقع 24 ساعة زي ما بيقولوا، بس أنا نقعته حوالي 12 13 ساعة. اتنقع حلو جدا، وبعد كده صفيته زي ما انتوا شايفين وحطيته في طبق وهبدأ أجهزه. وهنعمله في الخلاط، مفيش أسهل من كده، بس طبعا يبقى كل شوية ريحي الخلاط لو عاملة كمية كبيرة. أنا عملت كيلو، هقول لكم بقى هنحط عليه ايه. ادي كيلو كده اتغسل واتنقع طول الليل وكله تمام وصفيته كويس. هحطه بقى على جنب ونشوف ايه الخضرة اللي هنحطها عليه. اول حاجة انا جبت حزمتين خضرة، واحدة شبت وواحدة بقدونس. انا كنت عايزة كزبرة كمان بس ما لقيتش، لو لقيتش كزبرة هاتي حوالي برضو حطي حوالي نص حزمة. اللي عايز يقلل الخضرة عن كده ممكن يقللها، اللي هو مش بيحبها تبقى فيها خضرة كتير ممكن تحطي نص حزمة ونص حزمة، لكن انا حطيتها كلها على بعضها عشان تبقى كمان مغذية اكتر ومفيدة، ما يبقاش ما فيهاش خضرة. لا بتاعت الشارع بيبقى 3 ارباعها عيش مطحون او عيش مبلول، غير اللي انت هتعمليها في البيت خالص، هتبقى افيد وانضف. كمان بصل اخضر، لو ما فيش بصل اخضر ما فيش مشكلة، حطي بصلاية متوسطة من البصل العادي بتاعنا، بس هو كان متوفر فانا جبته. قطعيه كده، احنا مش بنقطعه كبير يعني، قطع كده معقولة علشان بس واحنا بنحطها في الخلاط تعرف تدور معاها، ما تلفش على سكينة الخلاط وتعمل لنا مشكلة. والأساس بقى بتاعنا هنا الكرات، هنحط برضو حبة كرات نقطعهم برضو، طبعا كل ده مغسول كويس جدا ومتنقي ومتصفي وكله تمام. هقطعها برضو وهحط عليهم وهنبدأ نشتغل مع بعض. على فكرة هي مفيهاش دربكة ولا حاجة، وسهلة وبسيطة ونتيجتها حلوة جدا، وطبعا مش هقولكوا على التوفير، وكلنا محتاجين التوفير في الوقت اللي احنا فيه دوت. هقول تاني، اللي عايز يقلل الخضار عن كده يقلل. اهو زي ما انتوا شايفين انا نقلتهم بقى في طبق اكبر علشان اعرف اوزعهم اكتر، وكمان حطيت عليهم حوالي 4 فصوص توم اهمت. كل ده هيتضرب في الخلاط، الخلاط العادي بتاعنا خالص. جبت الخلاط بتاعي وهحط بقى حبة يعني حبة فول على خضرة. هاخدهم كده بكوباية زي ما انتوا شايفين، انا بستخدم الكوباية المعيارية بتبقى بالنسبة لي اسهل. وهحطهم، خدوا بالكم احنا ما حطيناش اي توابل ولا اي حاجة، هنحط توابلنا وحاجتنا فيها لما نطحنها خالص وتبقى جاهزة قبل ما نعلبها. هحطها كده زي ما انتوا شايفين. يلا بقى لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير وكومنت حلو كده، شيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يوصل له الفيديو ونستفيد مع بعض. هحط حوالي كوباية مية، انا حطيت حوالي كوباية مية، في الاول حطيت نص وبعدين لقيتها بتلف بس محتاجة شوية مية كمان يساعدوها فحطيت لها. وهبدأ ادورها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تتجانس خالص وتبقى ناعمة خالص زي ما بتشتري كده عجينة الطعمية. واحدة واحدة اهي انا هوريها لكم شكلها. الاول انا طلعتها وقلبت اللي تحت فوق عشان برضو اساعد الخلاط، ما احنا مش هنعمل حاجة هنبوظ حاجة يعني. وهنضربها تاني اهي بدأت تنعم خالص زي ما انتوا شايفين. لو احتاجت مية تاني معاكي حطي مفيش مشكلة، انا هقولك في الاخر هنعمل ايه في المية دي. هنضربها كده شوية، عايزينها ناعمة خالص. الفول عشان منقوع كويس بيساعدك، الفول لو ما اتنقعش حلو في مية سخنة مية بتغلي كده مش هيساعدك في ان هو يتضرب بسهولة، لازم يتنقع كويس اوي. شايفين هي خلاص قوامها بقى حلو جدا.
هنبدأ برضه ناخد حبة كمان عليهم، يعني هنستغل اللي دابوا عشان ما نحطش كميات مَيّة أكبر، فاهمين؟ هنحطها وهنضرب كله تاني مع بعض. هنضربها تاني في الخلاط، هيتجانسوا كلهم مع بعض وهاقول لكم هنعمل إيه. شايفين؟ لو عندِك كبة حطي فيها، لو مطحنة كبيرة حطي فيها، اللي ما عندوش بقى يبقى هو الخلاط أسلم وسيلة. وآدي النتيجة أهي شايفينها، خلاص بيدور معاكِ زي الفل، بس خدي بالِك عشان ما فيش حتة خضرة تلِف على سكينة الخلاط فابوظه، دايمًا تابعيه وقلّبيه كده بالراحة. فضّيت بقى هنا كنت عملت تقريبًا مليت شفشقين، أهو هنحطهم كده وهاريّح الخلاط شوية، فاضل بقى الكمية ديّة أنا عاملة كيلو، لو أنتِ عاملة أقل هيبقى طبعًا هتخلّصي أسرع منّي أو مش هتحتاجي تريّحي الخلاط، لإن هيبقى أقل من الكمية ديّة، فأنا كنت عاملة كيلو خلّصت ده وقلّبتهم شايفين القوام هو طبعًا كده فيه مَيّة كتير، إحنا عايزين إيه المَيّة دي نقللها. هنسيب بقى ده وأنا حطيت كده الخلاط يستريح شوية على ما أخلّص الخطوة ديّة، وبعد كده هاكمّل. هتجيبي بقى مصفى من عندِك تكون أخرامها ضيّقة، وهتبدئي تاخدي زي ما أنا باعمل كده وتصفّيه، هو بيتصفّى بسهولة جدًا بمجرد ما بتحطيه بينزّل مَيّته، إحنا مش هنخلّيه ناشف خالص بس مش هنخلّيها مليانة مَيّة، المَيّة اللي هتطلع دي بقى هنستخدمها في الضرب بتاع بقية الكمية. أهي بُصّوا هي أول ما باحطها كده خلاص بتنزّل مَيّتها بسهولة جدًا. المَيّة اللي هتنزل دي هنرجعها تاني في الخلاط ونعمل عليها بقية الكمية اللي عندنا، لإن إحنا عايزين نستفيد منها لإن دي تعتبر المَيّة الناتجة عن الخضار اللي إحنا حاطينه ده كله، وإحنا عايزين نستفيد بكل الخضار. خلاص كده بدأت توصل لإيه، للقوام المتماسك بتاع الطعمية. شايفين كده؟ بس خلاص هنبدأ نعمل بقى إيه، الكمية دي كلها لحد ما نخلّصها هنا. هي أنا باحطها في طبق تاني وهاخد بقى المَيّة اللي طلعت منه أحطها زي ما قُلت لكم في الخلاط وأكمّل عليها بقية ضرب الكمية اللي ناقصة عندي. خلّصت تصفية وخلّصت الكمية بتاعتي خلاص، خلاص كده هي دي بقى نتيجة الطعمية اللي أنا خلّصتها. أنا كمان خلّصت الحبة اللي كانوا باقيين في الطبق وصفّيتهم وهنيجي هنا بقى نحط التوابل. أول حاجة أنا حطيت معلقة كربوناتو صغيّرة، وهنا حوالي معلقتين ملح. كربوناتو بيخلّي الطعمية هشة كده وحلوة، ما تبقاش تقيلة أو تلكم. هو ده الكربوناتو الأولاني كان ملح وده كده كربوناتو، بيتجاب طبعًا من عند العطار كلنا عارفينه. وكمان هنحط عليها كزبرة، معلقتين كده كزبرة ناشفة أو معلقة ونص على حسب كمية الفول اللي انتِ عاملاها، بس إحنا مش هنحط أي حاجة تاني، وهنقلب على كده ونبدأ نعبي الطعمية بتاعتنا، نقلبها بس كويس علشان التوابل بتاعتنا تنزل في كل إيه الطعمية. الطعمية مش ناشفة خالص، أنا مش منشفاها خالص، أنا بس شِلت المَيّة الزيادة، زي ما أنتم شايفين أهي عجينة متماسكة زي اللي بنجيبها من برّه. بس كده هنبدأ بقى نعبيها أو نعلبها، شايفين أهي. أنا بس حبيت أوريكم إن هي تتعمل معاكم بكل سهولة، عجينة متماسكة خالص. نجيب بقى العلب بتاعتنا أو أكياس التلاجة زي ما انت عايزة،
وعبّي على قد استخدامِك. برضه هاقول تاني العلبة ديّة برّه بحوالي 10 أو 15 جنيه، لإن الطعمية بتتباع كمان أغلى من الفول، فالعلبة دي حوالي 10، 15 جنيه. فطبعًا إحنا كده وفّرنا مبالغ حلوة جدًا، يعني عملت برضه هنا منّه حوالي 10 علب، زي الفول ما عملناه مع بعض، لأ إحنا هنوفّر وهنحاول نعمل كل حاجتنا في البيت علشان نوفّر وتبقى برضه فيها نضافة، خصوصًا إن الأمراض منتشرة جدًا اليومين دول. ربنا يا رب يعافينا ويعفي ولادنا ويخلّيهم لينا، وطبعًا عمرِك ما هتجيبي العلبة مليانة بالشكل ده. شايفين لونها في منتهى الجمال، قوامها حلو جدًا ولونها حلو جدًا وطعمها في منتهى الجمال، هتعجبكم أوي، أوي. نعملها بقى كده مع بعض، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم بقى لايك وشير لكل أصحابكم علشان كلنا نستفيد ونوفّر ونساعد بعض في التوفير الأيام الجاية ديّة. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو تاني.